اجي نجمعو شويه. سلام، لاباس؟ مرتاحه؟ كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ هادي وانتي كتسوليني كتقولي ديري بودكاست على سيلف كونفيدنس، واليوم جا الموضوع باش نهضر على هاد القضيه. فاش كنت صغيره المجتمع ديالنا والناس اللي دايرين بيا، شي ناس دايرين بيا حطموا لي الثقه في النفس ديالي. كيف ما عارفين حنايا في المغرب المجتمع ديالنا المعايير ديال الجمال اللي هما انك تكوني غليظه ولا تكوني شويه هازه وانك تكوني بيضاء. اغلبيه الناس كياخذوا هاد الحوايج كمعيار ديال الجمال، وانا ما كان عندي حتى شي حاجه في هاد الشيء. انا قهويه كيف ما كتشوفوا، هذه ماشي معيوره، وكنت كنوزن 40 دابا 55. يعني تخيليني كيفاش كنت كنبان مني كنت كنوزن 40. تخيلي معايا الحياه اللي كنت عايشه، كانت حرفيا الثقه في النفس ديالي منعدمه. ملي كنقول لك منعدمه يعني ما كيناش، وكي كيقولوا سول المجرب ولا تسول الطبيب. داكشي علاش كنقول لك وثقي بيا، الا تبعتي هاد الخطوات اللي غادي نعطيك كوني اكيد ان الثقه في النفس ديالك غادي ترجع ليك 100%. ولكن ماشي نقول لك هاد الشيء وتمشي ما ديريش بيه وتجي تقولي لي لا عافاك الا كنتي غادي تفرجي في هاد الفيديو غير باش تضيعي وقتك. حبسي، حيتاش انا بغيتك تخرجي باستفاده، بغيتك تستافدي، ولا كنتي غادي تستافدي خاصك ديري بهاد الشيء اللي غادي نقول لك. اول حاجه، ما عمرك تقارني راسك بشي واحد اخر. اكثر غلط تقدري ترتكبيه هي انك تخلي كاع دوك المزايا اللي عندك، داكشي الزوين اللي عندك اللي داخل ولا الخارجي ولا اي حاجه، وتمشي تقارني راسك بناس اخرين. خصوصا دابا في عصر السوشيال ميديا اللي فريمون كلنا كنشوفوا شي حوايج وشي معيشه ديال الناس ولا من معايير الجمال ولا بزاف الحوايج اللي خارجين على الخيال. عرفتي المشكل الاكبر فين كاين؟ الا كنتي كديري هاد القضيه ان ما كاينش شي واحد في العالم كامل. ديما غادي تلقاي واحد الانسان احسن منك في شي حاجه. الا ما كانش الجمال غادي يكون فلوس، ما كانش فلوس غتكون الشخصيه، ما كانش الشخصيه غتكون حاجه اخرى. وعلاش في عوض ما تركزي في داكشي اللي مزيان عندك كتمشي حرفيا تقارني راسك بواحد اخر، حتى الثقه في النفس كتنعدم عندك. حتى دوك الحوايج الزوينين اللي كيكونوا عندك نتيا ما كتبقايش تشوفيهم، بقوت ما كتبقاي تقارني راسك بانسان اخر عايش حياه اخرى، ما عارفاش نتي شنو ناقص عنده. يقدر داك الانسان فيك نتيا شي حوايج كيتمنى انه يوصل ليهم. حذاري من هاد القضيه والله، وهذا الشيء اللي كنقول لك ماشي من فراغ، حيت كنت قريت شحال هذه دارت دراسه على هذا الموضوع، لقاو باللي كاين علاقه كبيره ما بين الطريقه اللي كتشوفي بها راسك وما بين الثقه في النفس عندك لداخل. يعني الا كنتي كتشوفي راسك بطريقه خايبه، وهذه القضيه كتجي من انك كتشوفي وحده، كتشوفي واحد، كتشوفي وحده احسن منك، راكي غتاثر لك على الثقه في النفس. غادي تبقاي ديما تفكري في داكشي اللي زوين عند الناس وما غاديش تبقاي تشوفي داكشي اللي زوين عندك نتيا. نصيحه غنعطيها لك اللي هذه حرفيا كنديرها فيما كنبدا كنلاشي وكنقارن راسي بشي وحده، كنشد وقت وكنحبس كنقول افلانه انتي راكي غا كتخربقي. كنشد ورقه، ثقي بيا والله انا فاش كنت صغيره ما كنتش كنثق بهذا الشيء. غادي شدي ورقه وكتبي فيها نو، غير ثقي بيا. شدي ورقه كتبي فيها كاع داكشي اللي عندك زوين، حرفيا ما تخلي حتى شي حاجه، واخا تكتبي كل نهار 5 الحوايج 6 الحوايج وشديها لصقيها في شي بلاصه تبقاي تشوفيها دائما. وثقي بيا ملي غادي تبقاي تشوفي دوك المزايا، وخصوصا الوقت اللي غادي تشدي نتي وتبداي تشوفي اوتسايد، حسن ليك انك تشوفي في ديك الورقه باش تعرفي بلي نتي راه عندك بزاف ديال الحوايج زوينين اللي ما تيبقاوش يبانوا ليك بسبب الناس اخرين. اجي ندوزو لواحد القضيه اللي صراحه ما كنتش كنامن بها فاش كنت صغيره، اللي هي ان الناس اللي كدوري بيك في حياتك مهمين بزاف في انهم يشكلوا لك الثقه في النفس، انك تكوني طالعه، في انهم يهزوا بيك، في انك تكوني ناجحه في حياتك، وبزاف وبزاف وبزاف. خصوصا الصحابات، خصوصا الصحابات. خدي واحد الوقت، واحد 5 دقائق وفكري، قولي مع راسك او شدي صحابات كاملين وشوفي كيفاش كيخليوك تحسي. واش الا كان عندك شي بروبليم، واش الا قلتي لهم شي حاجه كيطلعوا بيك، كيحاولوا يهزوا لك المورال، كيحاولوا يقولوا لك شي حاجه زوينه، ولا كيزيدوا يحطموك. اشتقي بيا الصحابات، خصوصا الصحابات والناس عامه اللي كدوري بك، يقدروا يعطوك بوزيتيف انرجي ولا نيجاتيف انرجي اللي غادي تزيد تهبط لك المورال، تهبط لك الثقه في النفس، تهبط لك بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش كوني سيليكتيف، ما خصكش تكوني غبيه في هذا العالم. انا ما كنقولش لك تصاحبي مع صحابات على قبل حاجتك، لا، ولكن ما غنمشيش نتصاحب مع وحده ما باغا دير حتى شي حاجه في حياتها، ولا وحده من دوك النوع الصحابات اللي غير لا توقفي حداها حبوبه ناطلك بحال انتي ما عندكش مرايه، شعرك حالته،
هاد السروال ما جاش معاك، انا اكيده ان دازت عليك هاد النوع ديال الصحابات، حيتاش انا عندي مرايه ما محتاجاش شي وحده تجي تقول لي حكا الحبوبه ناطلك، حكا نكون انا كاع ما نديرها في بالي ونزيد نديرها في بالي لهذيك الانسانه بقات كتحكر ليا عليها. ونصيحه فكري 100,000 خطره قبل ما تصاحبي مع وحده معكازه ما باغا دير في حياتها حتى شي حاجه، لا المهنيه لا الشخصيه لا whatever، حيت غادي تهبط بك لتحت بزاف. ومع الوقت واخا تكوني نتيا انسانه ناجحه في حياتك وباغا ديري بزاف ديال الحوايج، غادي تهبط بك هذيك السيده. حاجه اخرى، تسهلي مع راسك شويه. ملي كنقول تسهلي مع راسك هي ما تكونيش قاصحه على راسك بزاف. راه ديجا الناس اللي مدورين بينا كيكونوا قاصحين علينا، الحياه اصلا قاصحه علينا let's be honest. ملي كتكوني فرحانه بعض المرات كتخلعي كتقولي شي حاجه something is not adding up. انتيا على الاقل كانسان كوني متساهله مع راسك. خاص ديما يكون عندك سيلف كومباشن، تكوني حنينه في راسك. واخا ديري شي غلط، واخا تفشلي في شي حاجه، ماشي ديري هذيك القضيه ديال جلد الذات، لا ديري بحال هكا. قولي ان هذاك الشيء هذاك الغلط درته ولكن غادي نتعلم منه، ولا هذيك الحاجه فشلت فيها ولكن ما غاديش تمشي غير هكاك، غادي نتعلم منها وغادي نزيد لقدام. هذاك الشيء اللي كتصحابي نتيا فشل غادي يعاونك وغادي يزيد بك لقدام. وتسهلي مع راسك واحد شويه. وعلى ذكر هاد تسهلي مع راسك، عافاك ديما هضري على راسك بطريقه زوينه، لا قدام الناس لا مع راسك، حيت ما عمرك تكوني ثقه في راسك الا كنتي كتهضري على راسك بالخيب ديما وكتفكري في راسك بالخيب، وخصوصا قدام الناس، حيت الانسان كيعاملك كيف كتشوفي راسك. ثقي بيا، الانسان هادي تعيش معك ديما، الانسان كيعاملك كيف ما كتشوفي راسك. ما عمرك تقولي انا خايبه انا فاشله ما غاديش نوصل ما غاديش ندير، كتعطي راسك نيجاتيف انرجي وكتحكمي على راسك بالفشل قبل ما تجربي الحاجه. how is that possible؟ نحكم على راسي بالفشل، انا من الاول نحاكم على راسي، انا من الاول داخله شي حاجه اللي باغا نافونسي فيها ولا شي حاجه اللي بغيت نوصل ليها، انا في الاول كونشسلي كنقول لعقلي راه ما غاديش توصل، راك غتفشل. عوض ما تقولي انا غنفشل لا ما غنديرش ما غنقولي غنوصل، هذيك الحاجه غنديرها. دفعي الجبهه، راه بعض المرات الجبهه والله الا كتوصل غندير غادي ننجح. ولكن خدمي، ماشي نقول تقولي غننجح وتجلسي في الدار وما ديري والو. غادي ننجح ونوضي خدمي حوفري كي كنقولوا. راه حتى شي حاجه ما كتجي ساهله في هذا الوقت، حتى شي حاجه. من هذاك الهضره المكلخه ديال الزهر ما عنديش، بركي تداري وما تبغي ديري والو تقولي الزهر ما عنديش. نتيا كتهضري على راسك بالخيب وتجي تقولي الناس كيشوفوني بطريقه خايبه. نتيا اصلا ما كتعامليش مع راسك كراسك كانسان مزيان وبغيتي الناس يتعاملوا معاك مزيان. how is that possible؟ واش عمرك شتي شي حاجه بحال هاد؟ واحد الحاجه اللي وليت كنديرها مؤخرا هي وليت كنواجه داكشي اللي كنخاف منه. بحال دابا الهضره قدام الناس، انني ما كنتش كنقدر نهضر بسبب الانزايتي ديالي، بسبب بزاف ديال الحوايج كيفاش تربيت، بزاف ديال الحوايج. راه باقا ندير لكم بودكاست على هذه القضيه. ما كنتش نقدر نواجه شي حد فاش كنت صغيره. الا عجبني شي حد ما نقدرش، ونفضل انني سيلف ديستراكت على انني نمشي نهضر مع داك الانسان. بزاف د الحوايج، انني نوض قدام السبوره ولا قدام شي ناس ونقول شي حاجه. بزاف ديال الحوايج كنت كنهرب منهم. علاش؟ حيت كنت كنخاف، ديما خايفه من هاد الحاجه. لا حكا هادي لا شي حاجه نكون باغا نديرها وبسبب الخوف نقول لا، وهذيك الحاجه كانت ممكن تبدل لي حياتي 180 درجه. بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج ندمت انني ما درتهمش. الا قلت لك انا 31 عام 80% اولا 90% ديال داكشي اللي ندمت عليه ماشي هو اللي درت، داكشي اللي ما درتش. شي حوايج ما درتهمش 90% ديال داكشي اللي ندمت عليه هو حوايج ما درتهاش، يا بسبب الناس يا بسبب الخوف يا بسبب بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش ديما واجهي شي حاجه واخا كتخافي منها. I know it's hard. شوفي ثقي بيا، as someone who has anxiety اكثر وحده غتفهمك هي انا. I know it's hard but if you need medication go to a doctor. ما تخلي حتى شي حاجه تحدد لك المسار ديال حياتك من غيرك نتيا، لا والديك لا your anxiety لا الناس اللي مطارين بيك لا حتى شي حد. ملي كنقول حتى شي حد حرفيا حتى شي حد ما يحدد لي المسار ديال حياتي من غيري انا. تي الا درت غلط غادي نتعلم منه ونقول هاد الحاجه درتها غلط ولكن غنتعلم منها، احسن من انني ندير الحاجه وما تصدقش ليا. هذيك الحوايج اللي ما كيصدقوش لينا
ديما ديري الحوايج اللي كيخليوك تحسي بسعاده واللي نتيا مزيانه فيهم واخا ما يجيبوش لك الفلوس. مؤخرا فاش مشيت لستوكهولم مشيت لواحد جاز كلاب، وهذيك الباند كانوا كيجيو باندز كيغنيو تمايا فابور كي لايك جاست فور انترتينمنت، ما كيتخلصوا ما والو، ومنهم ناس كبار فوق 60 ودراري صغار، وكانوا كيديروا داك عرفتي، وكانوا كيعزفوا بواحد الحب ما تخيلوش. ومنهم وحده مرا عجباتني كتدير هذاك الشيء ديال الدرامز، وبقيت غير كنشوف فيها، ما خلاتش المجتمع يقول لها لا انت حكا شارفه ما خصكش ديري هذا الشيء، لا حكا هذه ما خصكش ديريها، وصلتي لواحد العمر خاصك تحترمي راسك، خاصك ديري لا، ما عمرك تخلي المجتمع يقيدك. واخا هما ما كيربحوا والو، ولكن كتبان لك السعاده على وجوههم، كيديروا شي حاجه اللي هما they're good at، واخا ما تجيبش ليهم الفلوس كتحسسهم بواحد الرضا عن النفس، وهذه في حد ذاتها راه شي حاجه ما يمكنش. وهاد القضيه تقدر تعطيك واحد الثقه في النفس راه ما تخيليهاش، غادي تعطيك واحد الثقه في النفس ثقي بيا. ودابا غادي نقول لك اكثر حاجه عاوناتني في حياتي حرفيا، الحاجه اللي ما كنتش كندير فاش كنت صغيره، هي انني تعلمت نقول لا. مني كنقول لك تعلمت نقول لا، شي حاجه ما بسلكانيش لا، شي حاجه غضرني لا، حاجه غتخليني نحس باحساس خايب لا، نو ثانك يو، غادي نقولها لهداك الانسان نيشان لا، ما بغيتش ندير هاد الحاجه. واخا داك الانسان يتقلق ولا اصلا شتي الا الناس كلها راضيه عليك والناس كلها مزيانه معاك والناس كلها كتشكرك، عرف راسك راه داير شي حاجه ماشي حتى تما. كيف سمعتي، ما يمكنش، مستحيل انك ترضي الناس كامله وترضي حتى راسك في نفس الوقت. ديما يا الناس ما غديرش لهم الخطر مره يا ما غديرش الخطر راسك. I choose me I choose me I chose myself I chose myself. You have to be selfish sometimes. خاصك تكوني واحد شويه انانيه باش انك تقدري تعيشي في هذا العالم اللي حنا عايشين فيه حاليا. غجربيها المره الجايه اللي يقول لك شي حد ديري شي حاجه، يا ديري ليا شي حاجه يا ديري شي حاجه اللي ما غاديش تخليك تحسي براسك مزيانه. جربي قولي لذاك الانسان لا، اجي قولي ليا باش كتحسي، حيت ديما الا كنتي كتقولي راه صافي اش خليتي لراسك. دابا سمعي مزيان، حلي معايا ودنيك الا ما سمعتيش كاع هادشي اللي قلت، هذه هي اكثر حاجه بغيتك تسمعيها وتركزي عليها، حيت هي اللي فرقات معايا في حياتي وعاوناتني اكثر حاجه. انا فاش كنت صغيره ضيعت بزاف ديال الفرص على قبل الناس، الحشومه، الناس اش غيقولوا فينا، الناس لا هذه. بديت كنكبر شويه في العمر، فاش درت ديك 25 26 بديت كنشوف راسي انا ما عايشاش لراسي، عايشه للناس الاخرين، وانا نقول انا واحد النهار غادي نموت، وهادوك الناس اللي كنعرف غادي يموتوا، وهادوك الناس اللي كيعرفوا دوك الناس غادي يموتوا، وكل شيء غيموت وكل شيء غيتنسى، وانا غنتنسى والناس غيتنساو. علاش انا ندير شي حوايج للناس وما نعيش حياتي كيف ما بغيتها انا؟ علاش انا نبقى عايشه حياه بحال هكا، نفيق واحد النهار نلقى راسي درت 70 80 ونتحسر على حياتي وما نوصل حتى شي حاجه انا باغاها بسبب عيب حشومه اللي عندنا بزاف 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 في المغرب. انا ما كنفهمش، حيت جربي دابا نتيا والديك الا لقاو كتكمي ولا شي حاجه اش غيقولوا لك؟ اغلبيه الوالدين ليتس بي انست ما غاديش يقولوا لك لا بنتي راه هادشي ما مزيانش لك لصحتك، لا ما خصكيش ديري هادي، ويشرحوا لك على الاضرار ديال التدخين لا حشومه. اويلي الناس اللي عرفوا، اويلي فاتحه اللي عرفات، اويلي سميره اللي عرفات، اويلي بغيتي تشوهي بيا. كتلقاي والديك، كتلقاي المجتمع اللي داير بيك، كتلقاي الناس اللي دايرين بيك ما عايشينش حياتهم لراسهم، ما مركزينش على راسهم، ما مركزينش على ولادهم، ما مركزينش على عائلاتهم، مركزين على الناس الاخرين. ولا كنتي كتركزي على الناس الاخرين عمرك ما تفلحي، اقسم بالله. كنتي قبل ما ديري شي حاجه كتقولي لا ولكن الناس عمرك ما تفلحي، حيت شي حوايج شي فرص غتضيعيهم كي درت انا، شي فرص اللي كانوا طلعوا بحياتي فريمون كراني دابا حياه اخرى عندي ما درتهمش. علاش؟ حيت الناس، حيت هادي، حيت لا. دابا كنتصنت لراسي، كناخذ نصيحه مره كنسمع لهذا لهادي لهذا لعائلتي whatever،
ولكن at the end of the day كندير داكشي اللي مسلكني انا. دي معايا، كندير داكشي اللي مسلكني انا، وهكا بغيتك تكوني at the end of the day غديري داكشي اللي مسلكك، ماشي داكشي اللي مسلك الناس ولا الناس يقولوا عليك ولا ما سوقيش. غديري داكشي اللي مسلكك انت، داكشي اللي غيوصلك انت، داكشي اللي ما غتندميش عليه انت، داكشي اللي لو خا تندمي عليه غتقولي انا اختاريت طواعيه وانا تعلمت من الغلط ديالي. بديت كنفكر في الطريقه ديال ان كلشي غيموت وكلشي غيتنسى، وليت كندخل عادي نكون مع الناس عادي، انا واثقه في راسي. I walk in a room like there is no one، ونجلس ونهضر وندير كلشي. هوبفلي تكوني تعلمتي شي حاجه من هذا الفيديو، توانستي معايا كي كنتوانس معاك، وتكوني شديتي شي حوايج، حيت الا كنتي غادي تفرجي في فيديو ما تشدي فيه حتى شي حاجه راك تضيعي راسك. بليز listen to what I have to say. جربي هاد الخطوات اللي قلت لك، جربيهم، سيري على هاد المنهج غير عام وشوفي حياتك كيفاش غتبدل 180 درجه. نلقاو في بودكاست جاي، في حلقه جايه. خلي ليا الكومنتس على البودكاست الجاي علاش بغيتيه يكون. I would love to hear from you. Thank you so much guys. تهلاي في راسك. باي باي.